السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد قادس في 55 ورجعت لكم اليوم بفلوج جديد. اليوم الثاني في حيدرباد او الثالث ولا صح تقريبا. وفلوج اليوم ما ادري شو الفكرة بس بدينا نصور. بنروح نزور شامنار ان شاء الله، المنطقة المشهورة في حيدرباد، حاليا في مهدي بتنام. معنا الاخ محمد. طبعا يا اخواننا الا الكل جامد معاكم، زولتي جبنة كويس معاكم، عنده يعني مزاج في الجبنة والجبنة السودانية بالذات. هنا الله ما شاء الله، طبعا هنا ما شاء الله تبارك الله عندهم المحصنة البن السوداني تيجي على الطريقة السودانية، شغل فاخر من الاخر. خير عندهم هنا الكيلو ب 1200 كيلو القهوة. البن يا اخواننا البن السوداني يا هو ما البن السوداني لكن نفس البن السوداني، يعني اقرب ما يكون للبن السوداني، اقرب شيء له. يسحنون اوكي بيحطوا عليه شيء ولا كذا بس؟ لا كده بس بيسحنوا بيمكسكوا مع حاجة تانية، عم ميكسك كده عجيب. اوكي برادر، هذه السحانة هنا شغل فنان. محلهم طبعا يعني الشباب اغلبية اللي في حيدرباد تسأل راح يوريك اياه. مهدي بتنام العمود رقم 6 وتجي مع الشارع الإشارة هنا، من الإشارة على يدك اليمين على طول. هذا المحل حقهم اللي يبغى القهوة، شغل فنان. جينا لكم عند أفخم محل عصير هنا. طبعا أيام الواحد يدرس كورس كان ينزل من هنا ياخذ العصير البارد، عصير المانجا. طبعا الثاني معاكم المرشد، انا عملت لكم وجاوب وش في الفلوقات دي. لا والله منور. هذا السبوتا عندهم عصير مانجا فنان، اللي هو يجيك نفس هذا وربيس مانجو. يوم كيساهي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وين؟ دي طحنية. ملاي اوكي ويت اوكي بيضبطوا عليه الشغل ده. طحنية صح؟ زي الطحنية يضبطوا عليه هنا. جماعة الخير العصير هذا لا احكي لكم، اللي يجي هنا لازم يجي يجربه. سواء هنا اغلبية المحلات يطبقوا نفس الشيء، شيء من الاخر. والله شيء جبار، شيء اسطوري. رايك شنو يا ميدو بالله؟ اسطورة ها؟ اسطورة من الاخر. انت عارف الميزه بس يعني شبعانين وشاربين الجبن وامور نظافه، فلو ما كده كان بشيل كوبايتين. واحد يجي هنا جماعة الخير صعب يطلع كوباية واحدة صدق يعني شيء جبار من اسطوري. واللي عندهم الشيء ده الحلا ده شيء اسطوري يا اخوان، شيء اسطوري والله، شيء جبار. الخطة كانت نروح نصور شامنار قبل غروب الشمس بس قربت والمكان بعيد، فايش راح نأجلها لبكره ان شاء الله. والحين خلونا نروح كذا نفرفر لكم على كم مكان ونكمل. والله يا جماعة الخير جينا هنا بعد ما غيرنا الخطة في منطقة برماوند او تلشوقي. نهاية الكوبري حصلنا محل مكتوب عليه بالعربي حكيم محمد عبد الوهاب وعربيان ومحل بندا. طبعا محل بندا امس شفته احسبه محل اكل او منتجات عربيه، بس طلع محل ملابس، فخلنا نشيك عليه. قلت لكم يا جماعه الخير طلع محل ملابس شوزات، بس ما شاء الله تبارك الله شيء فنان من الاخر، بس اسعار ونار يعني 4000 5000 تيشيرتات، في بعض توصل ل 12000 قال لك. وهنا محل عربيان نفس المحل اللي صورنا لكم اول، عصاير وشغل فنان. هذه برماوند او تلشوقي، هذا السوق حقهم. احنا ماشيين هنا، كشف وش هناك يا حبيبي، كشف. يقول لك البيك الهندي. لو تتذكروا في الفلوج حق ملبورم صورنا لكم البيك، وهذا البيك الهندي. واحد من المطاعم العربية، مطعم ثاني عربي. لا هذا يطلع لنا في اي حته. بعد الخير جينا هنا احد المحلات اللي تسوي لك السمن البلدي زي ما انتم شايفين، تسوي لك السمن هنا شغل باخذ من الاخر. وهنا برضو هذه اشياء والله يا اخوان لو تقدر تشموا الريحه، السمن والزبده والاشياء هذه شغل من الاخر. هنا محلات البخور. طبعا احب المحلات اللي زي كذا اللي يكون فيها عواد، والله شيء له الاحترام. احب المحلات اللي زي كذا يكون فيها بخور ورياح، يا اخي شغل راحه نفسيه. شوف الصبح ما شاء الله تبارك الله شغل مباخر. هذا احمد احسبها بوس يا اخي ما ادري والله شيء. خليني اود اغلب. شوفوا البخور، العود هذا عود حق آسام طبعا ولاية آسام ومدينة آسام معروفة بالعود، مشهورة أشجار العود. 10 جرام بس ب 800 روبية، 800 روبية تقريبا 1 كيلو. الكيلو 8 لاك، الكيلو ب 8 لاك، 8 لاك. الكيلو ب 20,000 ريال سعودي.
الكيلو الواحد ب20,000 ريال سعودي، متخيلين الشيء ذا؟ وهنا برضو في brother what's this one Hindi Jora. This one also your name. Hindi Jora. Hindi Wood Jora. طيب زي ما قلنا لكم هذا هندي جورة ال10 جرام 100 جرام ب 1250، يعني ارخص من هذا بشوي، ارخص من هذا. وده برضو 10 gram 250. 10 جرام or 100 جرام؟ 10 grams. اوكي 10 250. اوكي 100 جرام. 10 gram 2000. This is the most expensive one. Yes. ده ده 10 جرام ب 1000 ب 2000 شي This one what? 20 لاك. متخيلين يا جماعة الخير هذا ب 20 لاك؟ 20 لاك يعني إذا قلنا لكم بالسعودي كم؟ 100,000 الكيلو ب 100,000 ريال سعودي. لكن انت عارف هنا مش 100,000 ريال سعودي، في السعوديه عادي بيجيب لك 3,000 4,000 ايش؟ 3,000 ريال 100,000 صح؟ ايوه 3 بيجيب لك 3 300,000. 300,000 اوكي يقولون السعر غالي هنا بس في السعوديه بيكون اغلى من كذا. يا اخي شيء برادر كان اي سي هذا العود. Yeah. This will come like maybe around 10 gram right? 10 gram. تخيلين هذه القطعة بس 100 ريال سعودي، القطعة الصغيرة هذه بس البخور شيء جبار. Only this one we have another type. Another country, another items. Okay. This one Assam, that one Kerala, different area. Different state. Yes. شغل ما شاء الله تبارك الله. I like. خير ننهي لكم الفلوج من هذا المكان. ادري ان الفلوج بدا على خطة وانتهى على خطة ثانية بس للظروف، بس الفلوج الجاي ان شاء الله زيارتنا لشامنار وايكيا برضو راح نروح لها. خليكم معنا. لايك شير سبسكرايب. السلام عليكم.